نظمت وزارة الداخلية بمركز بحوث الشرطة بأكاديمية الشرطة دورات تدريبية ل 120 متدربا من الكوادر الأمنية يمثلون 19 دولة إفريقية بالتنسيق مع الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية بوزارة الخارجية، وذلك في مجال مكافحة الإرهاب وعلم الأدلة الجنائية. على كافة في دمياط وجه الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان بالإسراع في إنهاء مشروع ميكنة مركز طب الأسرة بحي ثاني محافظة دمياط ليكون النموذج المميكن المعتمد لباقي مراكز ووحدات طب الأسرة، وذلك ضمن المرحلة الأولى من مبادرة رئيس الجمهورية لدعم خدمات وحدات ومراكز طب الأسرة بمحافظات الجمهورية. جاء ذلك خلال جولة الوزير اليوم ضمن سلسلة من الجولات الميدانية الدورية بمختلف محافظات الجمهورية لمتابعة سير العمل في المنشآت الصحية والوقوف على مستوى جودة الخدمات المقدمة للمواطنين والتأكد من توافر كافة سبل الرعاية الصحية اللازمة، حيث تفقد الوزير كافة الأقسام والعيادات لمتابعة سير العمل وتوافر التجهيزات والمستلزمات اللازمة. كما تابع عبد الغفار منظومة صرف ألبان الأطفال للتأكد من توافر مخزون كاف منها، كما حرص على تفقد الصيدلية للتأكد من الأرصدة اللازمة لاحتياجات المرضى المترددين على المركز.